مرحبا، أنا اسمي لبنى الحمامي من مكتب ريد إيجل لا، وهو مكتب محاماة مختص بقضايا الهجرة مقره في كاليفورنيا بسان دييغو. في شهر ديسمبر قامت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ودائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية USCIS بتطبيق إيقاف أو تعليق مؤقت لبرنامج الهجرة العشوائية DV 2026. كما قامت وزارة الخارجية في شهر يناير بتطبيق تعليق على إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، ومن بينها مصر، سوريا، الأردن، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، جنوب السودان، تونس واليمن. في ريد إيجل لا نعتقد أن إدارة ترامب لا تنوي إنهاء هذا التعليق على برنامج الهجرة DV 2026 أو تعليق للدول 75. بناء على ذلك نخطط لرفع دعوى قضائية جماعية ضد إدارة ترامب نيابة عن الفائزين في برنامج DV 2026. في هذه الدعوى الجماعية سنطعن في قانونية تعليق برنامج اللوتري لسنة 2026 والتعليق لل75 دولة. سنطلب من القاضي إلغاء كلا التعليقين كما ينطبقان على المدعيين المشاركين في الدعوى. كما سنطلب من المحكمة إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية بشأن طلبات المدعين قبل 30 سبتمبر 2026، وكذلك باعتبار ذلك أمرا واجبا سنضمن في هذه الدعوى سببا قانونيا يطعن في فشل وزارة الخارجية في الإعلان عن فترة التقديم لبرنامج الDV ل 2027. نخطط لتقديم هذه الدعوى الجماعية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. تواريخ مهمة: آخر موعد للمشاركة في الدعوى الجماعية هو 28 فبراير 2026، أما تاريخ تقديم الشكوى وبدء الدعوى سيكون في 14 مارس 2026. شروط المشاركة: للمشاركة في هذه الدعوة الجماعية يجب أن يكون المتقدم فائزا في برنامج اللوتري للهجرة في سنة 2026. إذا كنت من الفائزين يمكنك زيارة موقع ريد إيجل لا للاطلاع على فرص دعاوى جماعية أخرى متاحة وللتسجيل في هذه الدعوة. معلومات مهمة: لا يوجد أي دعوى قضائية مضمونة النتائج بما في ذلك هذه الدعوة. العديد من الفائزين في اللوتري لل 2026 هم مواطنون في دول خضعت لحظر السفر الذي أعلنه الرئيس ترامب في يونيو 2025 كما في ذلك في ديسمبر 2025. هذه الدعوة لا تطعن في قانونية حظر السفر لأن ذلك ليس محور القضية. إذا كنت مواطنا في دولة خاضعة لحظر السفر وقررت المشاركة يرجى العلم أنه حتى في أفضل النتائج ستقوم الدعوة بإزالة عائق واحد فقط من العوائق التي تواجه. التكلفة بالنسبة لهذه الدعوة: أتعاب المحاماة للمشاركة كمدعي في الدعوة $2500 أمريكي لكل فائز DV 2026. تشمل هذه الرسوم جميع المستفيدين المشتقين بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. $500 تدفع مقدما عند الانضمام كمدعي في هذه الدعوة. المبلغ المتبقي $2000 يستحق فقط بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية أو بعد الموافقة على نموذج I-485 للفائزين الموجودين داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن سداد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية بقيمة $250. ملاحظة: جميع المشاركين ملزمون بسداد الجزء المؤجل من الرسوم بعد دخول الولايات المتحدة بتأشيرة DV 2026 أو بعد تعديل الوضع القانوني. إذا لم تكن مرتاحا لهذه الشروط يفضل عدم المشاركة في هذه الدعوة الجماعية. شكرا لحضوركم. أي معلومات إضافية يمكنكم متابعتنا على الويب سايت. Thank you.